Polish language. Polish language. Polish language. Polska. السلام عليكم. كنتواجدوا هنا في قلعة مكونة. تلاقينا مع صديق ديالنا ابن المنطقة، بغينا نسولوه على هو كيخدم في المجال السياحي، بغينا نسولوه على الرأي ديالو في المعرض. ثاني حاجة نسولوه على السياحة في المنطقة، حيت كتقوم بواحد الدور كبير في صالح البلاد، انك مثلا كتعرف بالمنطقة وكتستقبل السياح. تبارك الله. اولا الاسم ديالك وعرفنا على المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم ديالي اسماعيل هدار، وكنعمل في هذا الشيء ديال التخصص ديال السياحة، خصوصا الجبل، قطاع السياحة خصوصا الجبل. والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال المنطقة عرفنا خصوصا هذا العام هذا كانت تساقطات، وهذا العام هذا مزيان، كاين الورد، كاين يعني كانت الطبيعة بالنسبه للعام الفايت. والحمد لله مهرجان في المستوى من الناحيه ديال الاورغانيزاسيون، من الناحيه ديال التنظيم، من الناحيه ديال السلطات. كنشكر السلطات الخاصه وكنشكر السلطات العامه. والحمد لله على كل حال من الناحيه ديال الاجانب، كاين بزاف ديال الاجانب يعني مختلفين، الاجانب خصوصا الجنسيات الفرنسيه، الجنسيات الايطاليه، الجنسيات الاسبانيه، ومؤخرا كاين بعض الجنسيات مختلفه مؤخرا، خصوصا الجنسيات ديال اليابان، الصينيين والبولونيين، كاين بعض الهنديين، يعني كاين بعض الهنديين والروسيين. ومعنا واحد المثال ديال واحد الاجنبيه بولونيه اللي معنا نيت في المهرجان، وممكن نسولوها الى عجبها، ممكن نسولوها على حسب الرأي ديالها. المعرض والمنطقة. Okay, I will ask you about your opinion. Can you give some information about this festival, about hospitality of people, about our country, you like it or you like it, about organization, Morocco in general. What is your things? Salam alaikum, marhaba, Azul. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym powiedzieć, że jest to wspaniałe miejsce, cudowni ludzie, niesamowita atmosfera, jest bardzo egzotycznie, jest bardzo przyjacielsko i w ogóle zapraszam wszystkich, którzy są w Maroko, żeby odwiedzili tutaj tą prowincję, bo jest naprawdę wspaniała kultura. I mam na sobie tradycyjny strój tuareski i bardzo mi się tutaj podoba i bardzo mi się podobają ludzie, bo są bardzo mili, bardzo pomocni. Kultura jest wspaniała. Odwiedzajcie koniecznie Kalet Mguna i Festiwal Róż. Thank you very much. شكرا. تنميرت.